بقول لك شغلة ما شاء الله. الكويت أو الناس اللي بالكويت ذوق ترى جدا عال، جدا عال، لأن ما شاء الله مسافرين وشايفين يعني العالم كله. أول شيء مشكورين وأتأثر على الفكرة. أنا عجبني الاسم بصراحة. أول شيء أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله. الفكرة من هي التراث مالنا بطريقة مودرن أو شيء قديم. كان عندي مثل فكرة ليش ماكو صناعة في الكويت. هذا هو مهم. ما هو كثيرة أجهزة صناعة في المكان الفلاني، صناعة في كذا في كذا، وماكو شيء مال الكويت. وإذا حصل إن في شيء مال الكويت تلاقي مسوينه بطريقة مو مضبوطة، أو جايبين إنه بره بس حاطين الصناعة في الكويت ما يمثل الكلتشر مالنا 100%. اهتميت لعبت شوية على ما درك ستاف في الورشة عشان نعلمهم شنو نقدر نسوي في موضوع الديكور أو الإكسسوارات اللي قاعد أضع في بيكر. في بالبداية فئة قليلة اللي كانت تبي هالشيء، مو الكبار. الشباب ما كان وايد حابين الموضوع. فجأة بالسنوات الأخيرة حسيت له في إقبال على الموضوع، وصار في مثل ما تقول تقليد هذا تصير في كل مكان حق كل الايتمز اللي قاعد تصير، بسبب ان انا قاعد احب ساعات بالانستغرام صورة ولا جزء من الصورة عادي تلاقي بالشروق واحد يعني قاعد يصور قال هذا سو يضايق، لكن معناته عاجبهم. لما شفت الآن دول المحيطة في الخليج قاعدين يشترون من نفس البيكار أو يطلبون شغلات من بيكار، عجبني الموضوع، عجبت وايد الموضوع. قررت إني أسوي معرض في باريس، في زونتين. أنا كل سنة أروح هناك أجدد، يعني أشوف شنو عندهم أفكار ك يعني مشتري أو إني زائر فقط. بس 2011 أرسلت له بإيميل، أنا فلان الفلاني وهذا شغلي وأبي شغل. خلال ساعة ردوا عليه قال نبيك نحطك في الصالة كذا الالتشيز. طبعا بالنسبة لي يعني رحت تجربة بشوف يعني يمكن السوق الأوروبي شيء، السوق العالمي شيء. زادت القاعدة الخليجية طب شيء، لا الخليج زاد يعني ما شاء الله. السعودية وأبو ظبي قطر أكو ناس غير هناك، يعني غير اللي يتعاملوا وياهم. فصار في اهتمام وايد وصار في طلبات أنا أستفيد منها، حتى لو يعني مو قصد استفادة مادية، استفادة فكرية. لما أحد يطلب منك شيء صعب لك تسوي، تحدى نفسك ونسوي الشيء هذا ويطلب بالنتيجة اللي الحمد لله نوصل لها. لازم يا ترى تشتغل استيراد محجوب برابي. يعني أنا عندي مثلا ما أدري هل عملني أحد مجاوبك عدل تبيت مثلا شايف الانستغرام
عم تسوي نقل نجدية. شفتوا ناس كلام اللي من الناس صعب كحافي بجورة كحافي وهذا كلام ما نسافر. في ناس يعني حتى إضافتهم غلط، يعني المفروض يسكتوا يعني أحسن مني. لا وإذا أنت فاتح الموضوع هذا لازم تتقبل اللي بيجيلك. فوايد أشياء وايد يعني مو زينة تصير ساعات، وبالمقابل في تشجيع الناس ثانية. شوف بقول لك شغلة ما شاء الله، الكويت أو الناس اللي بالكويت ذوق ترى جدا لأن ما شاء الله مسافرين وشايفين يعني العالم كله، وكله يدورون على الشيء الغير، ما يقول شيء يعني. فأول بدايات الشغلة كنت أروح البعض اللي قلت لك عنها في باريس ولا في ميلان ولا أي بلاد، وحطهم في انديكار لوني زين، حبينا ودرسنا وبرنا وخلصنا وسوينا بيت فلان وبيت فلان وبيت فلان. لكن وين التميز؟ ماكو تميز. يعني شنو فرقك عن الشركة الفلانية اللي تبيع اكسسوارز وانت اثنينكم شارين من نفس المعرض؟ شنو الفرق؟ ما لا بالسعر ولا بالشكل ولا هذا. لين قررت اني اتخصص شيء عشان اضمن ان انا اكون فرد بالعالم، على الاقل في ديرتي يعني اكون منفرد في سلعة تخص بلدي. وانا اصمم يعني، وانا اصمم الشغله ادري هذا راح تضرب ولا لا، ادري وادري شنو الحكي اللي بينقال عقب، ادري لان خلاص عرفت يعني هذه دخلنا على بندخل 40 سنه مجال مو شيء يعني. والله شوف هو اهتمام بالتراث كل شيء كان اللي كان أول اللي كان يخص السدو لما اتججنا التصميم نفسه مال السدو طلعت لنا أشكال ومثلثات ومربعات وخطوط. هذا لما تحللها وتسويها حلو، لما يجي الزاير شنو أصل هالمثلث، شنو أصل الخط هذا بكل ما ترى سدو كذا. هني من اعتبار الناس تدري ان انت نجحت او فشلت في هذا. بس يعني ما اذكر بالضبط شنو اول قطعه، بس السدو اذكر لا يعني قلت وايد السدو. والله شوف اليوم مثلا انا زاير ناس عندي شغل في بيتهم، شفت كم قطعه موجوده كمان هذا من 13 سنه يعني انا مسوي بيتهم. دخلت البيت وشفت الاغراض موجوده في معي ما غيرت شيء ابدا. تعرف الموضوع ولا الحين نغير كذا وكذا وكذا الا بالشغلات هذه. فالعكس هذا الشيء ونسمع نشوف شغلي فيه أكثر من كان سواء في الكويت ولا بالخليج. تصميم بالنسبة لي ابن حياتي صار يعني أنا قاعد أقعد بالورشة والمكتب 80% وقتي الورشة والباقي ترى بالبيت، لأن يعني بدون التصميم في الأرض ما أعتقد راح أقدر أعيش. والله هو مو تحدي، بس أتمنى اللي يبي يسوي شيء أو يقلد
خليت كل شيء مسويه أحسن من اللي أنا مسويه، أحسن، بس لا يعني يقطع. هذا أتمنى يعني. تظل لما سوينا المعرض سواء في باريس ولا في الأماكن الثانية، شفت أكو اهتمام للإكسسوارات هذه حتى من الأجانب اللي موجودين بالكويت، لما يجون ويطلبون هدايا تذكارية والشغلات من الخليج، يعني من هذا كسوي كستمايز على حسب الطلب مالك. حسيت إنه فيه اهتمام في وايد أجانب يطلبون هم طلبات هذا. حسيت إنه أخو شيء وصلت رسالتي حق بغوة، يعني لما ألاقي ناس والله باخذين شغلي وحاطين على بيتهم وهم أجانب. أقرب مثال جرت أذكر الزبيدية اللي كنت مسويها على الطوفة، رحت بيت ناس بالصدفة في سويسرا واللي كانوا حاطين الزبيدي، استانست وايد على الموضوع. أتمنى أكون شفت يعني قاعد أشوف الحين انستغرام عموما هذا إنه ويحطون لي في ناس يطرشون لي صور، ترى هذا قلدك، هذا مسوي هذا. لما أحس إن أكو ناس مسوية كذي يعني معناته أنا ناجح، أنا أحس كذي معناته ليش قلدونه. وفي ناس يعني تستحي تقول فطرش ياخذ من القطع يروح بويس يتحرف بطريقته ويحط هذا ويلسبها، ترى هذا فلان سوالي ما سوون الصراحة. هم أرد على نفسه سوها أحسن مني وايد، أفضل منك إنك تاخذها كذي وتحبها أو تصير شغلها ردي يعني. حب شغلك، إذا حبيت شغلك راح تنجز وراح تنجح. حب شغلك يعني حب صدق، بس تحب شغلك راح تبدع في مجالك. بس كل عندي باكر بس أقول شيء باكر يعني كله خطط، يعني لازم أنا ما أفكر وايد، أفكر شنو هو الفكرة الجديدة اللي بعرضها للموسم الجاي. يعني أوريدي حطيت يعني في شهر 11 لازم الكونسبت مختلف عن اللي قبله واللي قبله واللي قبله كذي. بس عاد عقب شو بيصير لا ما أفكر صراحة.